تخيل معايا كده انه جت اجازه العيد، اجازه طويله كده بتاع اسبوع ولا 10 ايام، وقررت تاخد مراتك وعيالك وتسافروا، ودخلت تدور على الابليكيشنز او اونلاين وما لقيتش غير في الوقت ده 5 ايام بس في اسكندريه في فندق حلو لطيف على البحر متوسط، ونازل على ال5 ايام دي اوفر ب 3000 جنيه بس الحجز مش ريفاندبل، يعني مش قابل للاسترداد لو انت حبيت تلغي. انت رحت اسكندريه قبل كده كتير، ويعني اللي هو اي سفريه تغير بيها جو، هي بالنسبه لك حلوه بس مش احسن حاجه او مش اللي انت كنت بتدور عليه، بس انت ما لقيتش غيرها. بعدها باسبوعين وانت قاعد لقيت 5 ايام في دهب اللي انت ما رحتهاش قبل كده وهتموت وتروح. ومش بس كده، لقيتها 5 ايام في الوقت اللي انت عايز تسافر فيه وب 2000 جنيه بس. فقلت لنفسك انا معايا اجازه بتاع 10 ايام، فممكن اطلع الاثنين، ارجع من اسكندريه اطلع على دهب او العكس. وفعلا خدت القرار وحجزت في الاثنين. انت اوريدي حجزت في اسكندريه، وبرضه قررت انك تحجز ال5 ايام بتوع دهب وتطلعهم ورا بعض. حجزت ومبسوط، وجالك الايميل بتاع حجز دهب وان هو برضه ضن بس مش ريفاندبل، برضه مش هتقدر تسترده لو حبيت تلغي. بس لقيت انك غلطت وحجزت ال5 ايام بتوع دهب في نفس وقت ال5 ايام بتوع اسكندريه، والحجزين مش هيتردوا لك. فانت دلوقتي قدام اختيار انك يا تطلع دي يا تطلع دي. اغلب الناس اللي اتسالت السؤال ده قالوا ان هم هيروحوا اسكندريه، وده لان هم دافعين فيها اكتر. احنا دافعين في اسكندريه 3000 جنيه وفي دهب 2000 جنيه، فمنطقي يعني ان هم يستفادوا بالمكان اللي دفعوا فيه فلوس اكتر. اسال نفسك السؤال ده، لو انت اتحطيت في الموقف ده هتختار اسكندريه ولا دهب؟ ولو اخترت اسكندريه مش دهب، اعرف انك وقعت تحت تأثير اسمه سانك كوست فالسي. تعالوا كده واحدة واحدة نقيم الاختيارات بتاعت القصة اللي حكيتها لك في الأول، ونعرف يعني إيه سانك كوست فالسي. لو أنت اخترت إنك تروح اسكندرية، فأنت هتبقى خسرت من فلوسك 2000 جنيه اللي هي حجزت بيها لدهب. إنما لو رحت دهب هتبقى خسرت 3000 جنيه اللي انت حجزت بيها لاسكندريه. في اسكندريه هتبقى قضيت وقت لطيف، انما في دهب هتقضي وقت رائع انت كنت مستنيه. لو انت اخترت اسكندريه بناء على انك دفعت رقم اكبر وهو 3000 جنيه، فيؤسفني اقول لك ان ده اختيار غلط. ليه بقى اختيار غلط؟ لان اللي انت مش واخد بالك منه انك دفعت في المجمل 5000 جنيه، وال5000 جنيه دي مش هتترد لك خلاص. سواء طلعت اسكندريه او طلعت دهب، انت دفعت 5000 جنيه، ففي الحالتين خسارتك متساوية. فهل من الحكمة انك تبقى دفعت او خسرت 5000 جنيه من فلوسك وتتبسط نص نص، ولا تبقى دفعت او خسرت 5000 جنيه من فلوسك واتبسطت جدا؟ ال5000 جنيه دي هي السانك كوست فالسي، وده مصطلح معناه التكاليف الغارقة. تكاليف غرقت خلاص مش هتطلع تاني. والسانك كوست فالسي او مغالطة التكاليف الغارقة، ودي بيوصفها العلماء والاقتصاديين بانك فيها بتاخد قرارات بناء على خسائر قديمة اكتر من استفادات مستقبلية. past losses versus future returns. خلينا اديك مثال تاني عشان حاسك تهت مني شوية. نفترض انك جبت تذكرة سينما ب 100 جنيه ودخلت الفيلم، وجيت بعد اول ربع ساعة لقيت ان الفيلم ده مش الفيلم اللي انت كنت متوقعه او مش مبسوط بيه، ولقيت نفسك مش قادر تكمله وعايز تطلع خلاص. بس ال 100 جنيه اللي انت دفعتها حرقاك نقحة عليك، فلا، هتقرر انك تقعد عشان تحلل ال 100 جنيه اللي دفعتها، وهتضطر غصب عنك تستحمل العبث اللي هيحصل في الساعتين الجايين دول. انا بقول لك لا، قوم وامشي. فكر فيها كده، هل الحكمة بتقول انك تكون خسرت 100 جنيه و3 ساعات من وقتك، ولا خسرت 100 جنيه وساعة من وقتك؟ ال 100 جنيه هي تكلفة وغرقت، بصلص تكلفة قديمة خلاص، بس الساعتين اللي جايين دول بتوعك لسه في ايدك، تقدر تعمل فيهم حاجة تانية تبسطك وتنسيك خسارتك ال 100 جنيه. عايز اقولك ان مغالطة التكاليف الغارقة دي مش بتنطبق على الفلوس بس، دي كمان بتنطبق على الوقت والمجهود. واحسن مثل في المغالطة دي هي العلاقات. كل ما زاد الوقت والمجهود المبذول في علاقة ما بين اتنين، كل ما زادت صعوبة الانفصال ما بينهم، حتى لو بيقطعوا في شعر بعض. الاتنين بقى عندهم استعداد ان هم يفضلوا في علاقة فاشلة عشان بس بقالهم سنين كتيرة مع بعض، سنين بذلوا فيها وقت ومجهود ورصيد من الموبايل وباقة نت بتخلص وقاعدة في الكافيهات. حرام بعد كل ده والله نسيب بعض. هديلك مثل اخير ممكن يجي على الجرح، الناهية. تخيل انك دخلت كلية ما بسبب انك كنت دحيح في ثانوي وربنا كرمك بمجموع عالي. دخلت وليكن صيدله مثلا عشان انا كنت في صيدله وبحب صيدله، وقعدت 5 سنين في صيدله، وبعدها خرجت اشتغلت 3 سنين في سلسله من سلاسل الصيدليات الكبيره المعروفه. بس انت اصلا وانت في الكليه ما كنتش لاقي نفسك في الكليه، ولا لما اشتغلت في الصيدليه لقيت نفسك في الصيدليه. انت من زمان غاوي حاجه تاني، وليكن مثلا غاوي الرسم، ونفسك تبقى فنان كبير وعندك معرض او جاليري تعرض فيه رسوماتك. بس خد بالك، انت هنا ضيعت 8 سنين من عمرك في صيدله
5 في الكلية و3 في صيدلية. فهو العمر فيه كام 8 سنين عشان تضيعهم في حاجة وتبطلها. بس السؤال المهم هنا، هل الأمر يستحق التعاسة والمعاناة اللي انت مش هتبقى مبسوط بيها لو ربنا كرمك وعشت لل60 مثلا، اللي هتفضل تعاني فيها ومش مبسوط فيها لمدة 30 سنة كمان عشان 8 سنين فاتوا؟ مرة هنا كمان مغالطة التكلفة الغارقة بتجبر الناس ان هم يكملوا في حاجة هم مش حابينها عشان بس بذلوا فيها وقت ومجهود ومستخسرين الوقت والمجهود ده يضيع في الهواء. طب ايه السبب في كل ده؟ ليه بنقع في المغالطة دي؟ أول سبب إن إحنا مش بنحب نظهر بمظهر الأشخاص ويستفل أو مهدرين للوقت أو للفلوس أو للمجهود أو مبذرين بصفة عامة، عشان ما يتقالش علينا مش حاسين بقيمة الحاجة اللي إحنا ضيعناها في حاجة تانية. تاني سبب وهو إن إحنا مش بنتعامل مع الخسارة بنفس المنطق اللي بنتعامل بيه مع المكسب. إحساسنا بيهم مش متساوي، مش زي بعض. إحساسنا بالخسارة بيبقى ضعف إحساسنا بالمكسب. انت ممكن ما تكسبش حاجة عادي وتبقى مش متضايق، بس انك تخسر حاجة لا، صباح العكننة. مفيش حد فينا بيحب الخسارة او احساس ان هو خسر. الهدف من الفيديو ده او من كلامنا النهاردة مش انك تبطل تعافر او تسعى او تكمل في الحاجة اللي انت فيها. الهدف منه انك تبقى واعي ان خلاص اللي اتعمل اتعمل، اللي اتدفع اتدفع، الوقت اللي خلص وراح خلص وراح، كلها سانك كوست، كلها حاجات وغرقت. وبالتالي لما تيجي تاخد قرار ما تعتمدش الحاجات اللي خلصت دي، ما تدورش ورا خسائر قديمة، دور ورا عوايد مستقبلية جايلك. وانت بتدور على المكاسب المستقبلية او العوايد المستقبلية اللي جايلك، افتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجاية.